حاسس إن دماغي ما بقتش فاضية، كل شوية أمسك الموبايل وأنا أصلا مش محتاجه، لأنهم عايزينك كده. مين؟ أي حاجة بتاخد انتباهك كل يوم، السوشيال ميديا، الإشعارات، الترندات، الزحمة، الضوضاء، كلهم بيتخانقوا على حاجة واحدة: عقلي. بالظبط، لأن الإنسان المركز صعب يتساء. الإنسان اللي بيعرف يقعد مع نفسه ويفكر ويركز ويلاحظ، ده شخص صعب يتحكموا فيه، لأن عقلك بقى متعود على الجرعات السريعة: سكرول، فيديو، ضحكة، صدمة، معلومة، صوت، نور. كل ده بيستهلك انتباهك لحد ما بقيت مش قادر تقعد دقيقة كاملة في هدوء. حتى وأنا لوحدي بحس إني عايز أهرب، لأن الصمت بيكشفك، بيطلع خوفك، تفكيرك، وكل حاجة كنت بتهرب منها بالتشتيت. يعني أنا مش تعبان؟ أنت مستنزف. في فرق، هم مش محتاجين يسيطروا عليك بالقوة، يكفي خلوك مشتت. والحل؟ استرجع انتباهك، اقفل شوية ضوضاء، اقعد مع نفسك، راقب أفكارك وابدأ اسأل: مين اللي بيسوق عقلي فعلاً؟